قبل ما نخش مع بعضنا على اللي احنا متعودين عليه في الكلمات، دلوقتي هنعمل معاك فقره فيها محور الموضوع كله. الفقره ديت مهمه، هتثبت معاك الكلمات بشكل احسن، فخليك معايا وركز. الفقره ما فيها ان احنا دلوقتي هنتكلم عن واحد تيك توكر بينزل فيديوهات، عايز روش بقى، هيقعد يصور مشكله هو وصاحبه، فالناس هتتكلم، هيحصل اشاعات وهيزعل ويتضايق وبعد كده يتصالحوا. تعالوا نشوف الحوارات دي كلها. طيب احنا عندنا كلمه اسمها تينيجر. تينيجر ديت معناها مراهق، عيل روش يعني، تمام. تينيجر. الشخص دي قلنا بيقدم محتوى الكتروني، محتوى رقمي، ديجيتال كونتنت. ايوه، يعني محتوى رقمي، محتوى عن طريق الانترنت، يعني بيقدم حاجه بيتشاف قدامك، يعني الحاجه دي انت مش ماسكها في ايديك، مش كتابه مكتوبه في ايديك، مش شخص بيتكلم قدامك. يعني انا دلوقتي مثلا بصور فيديو، انت بتشوفني عن طريق التليفون، انا دلوقتي بقى بالنسبه لك بقدم محتوى رقمي، بقدم ديجيتال كونتنت، محتوى الكتروني عن طريق النت، عن طريق فيديوهات، حاجه انت بتشوفني من خلالها. تمام، عرفنا يعني ايه محتوى رقمي او ديجيتال كونتنت. طيب هو بيقدم محتويات زي بقى الفيديوهات اللي بينزلها، فيديو، كليبس، دي برضو معناها فيديو، شورت كليبس، فيديوهات يعني قصيره. هو خلاص اتخذ الحاجه دي كمهنه ومستقبل ليه. مهنه معناها كارير. لما بتلاقي شخص مركز في المستقبل يقول لك بص هو دي كارير حياتي، انا هكمل في دي، انا هكمل في المهنه دي، تمام. هيحصل خلاف بينه وبين صاحبه، خلاف معناها ارجومنت دي معناها خلاف، جدال، وعشان هو روش مش لاقي حاجه يقدمها فهيعمل زي اي حد، بياخد جزئيه من الخلاف دي يصورها ويروح منزلها لنا الناس تتفرج عليها. جزء صغير او موجز دي معناه بري فلاي معناها حاجه صغيره كده. طبعا الناس هتشوف الخلاف ده بينه وبين صاحبه، يبدا ان هم يتكلموا ويطلعوا في اشاعه معناها رومر. الناس تسكت؟ لا طبعا، هيقعد يفتي ويقولوا قصص وحاجات ويالف في حاجات. فيك ستوري ديت معناها قصه فيك. كلمه فيك معناها مزيف، زي الناس اللي بتعمل اكونتات فيك، تمام، سواء فيس او اي حاجه. فيك معناها مزيف، ستوري طبعا معناها قصه. هيقول لك ايه، كل واحد يطلع حوار بقى يقول لك ده مش عارف حصل بينه وبين صاحبه كذا، ده حصل كذا، ده صاحبه مثلا بيتري هم، يعني صاحبه بيخونه يعني، او فشى سره. بيتري دي معناها بيخون، لما تقول صاحبك انت صاحبي خانني، او مثلا فشى سري، تمام، بيقول سر يعني بيفضح سرك، دي معناها برضه بيتري، تمام كده. وطبعا الناس مش هتسكت، كل واحد هيخش يقول التعليق بتاعه ويقول رايه، هيحصل عليهم تنمر الكتروني، فهم هيتضايقوا من الكلام ده. يعني ايه تنمر الكتروني؟ دي معناها سايبر بولينج. ايوه، يعني ايه تنمر الكتروني؟ يعني ايه كلمه تنمر هنا مش معناها تخين رفيع طويل قصير ابيض اسود، لا، تنمر دي معناها مضايقه، انك تخش تستفز حد، تضايق حد. مضايقه الكترونيه يعني مضايقه عن طريق حاجه الكترونيه، عن طريق النت يعني، تمام. زي ما تخش كده تشتم حد مثلا ولا حاجه في التعليقات او تخش على الخاص، الناس طبعا هتبدا تتنمر عليه، هيعاملوه بقسوه. هارمفول دي معناها قسوه، ويبدا ان هم يهاجموه. اتاك دي معناها بيهاجم، فعل معناه بيهاجم. يعني بقى تنمر الكتروني سايبر بولينج. القصص هتبدا تكتر والناس هتبدا تخترع وتالف كلام اكتر. كرييت دي معناها بيخترع او بيبتكر حاجه، زي قلنا مثلا ان هم يقولوا قصص، ستوري معناها قصه او فيك ستوري. مين هيتسلوا وفي نفس الوقت مين هيدمر سمعة الواد. بيدمر معناها روين دي معناها بيدمر، هيدمروا سمعته. his reputation دي معناها سمعة. روين معناها بيدمر، reputation دي معناها سمعة. فطبعا الشخص ده هيتضايق. confused معناها متضايق، تمام. وعندك صفة برضو بانيك معناها مذعور خايف. بانيك confused معناها متضايق، وبانيك معناها مذعور خايف يعني. فالواد يا عم هيتصدم، يعني ايه يا جماعه اللي حصل؟ والله كبرت الموضوع. هيبدا ان هو يسال نفسه ويتساءل ويشك في نفسه، وايه اللي حصل يا جدعان؟ كوشن هيز اون دي معناها بيسال نفسه او بيتساءل نفسه، بيشك في نفسه، تمام. كوشن هيز اون. كوشن هنا مش معناها سؤال، معناها بيتساءل، بيشك في نفسه. هيز اون هيبدا ان هو يشك في نفسه، يشك في تصرفاته، في سلوكه، في القرارات اللي خدها، في اي حاجه عملها. ايه اللي حصل يا جدعان؟ behavior معناها تصرفات، معناها سلوك، تمام. عندك برضو decision معناها قرار. هو انا عملت ايه يا جدعان؟ فالواد لما ياخد الصدمه بقى يبدا ان هو يروح لاخصائي نفسي، دكتور نفسي يعني. سايكولوجيست معناها اخصائي نفسي. فيبدا يقول له ما تنشرش حاجه تانية، مش كل حاجه تروح نشرها. publish ديت معناها بينشر، publish، تمام. هقول له الناس مش امينه. honest الناس مش امينه، لا ده بيستنوا اي حاجه عشان يحموا فيها. انت لازم تصبر على اللي حصل، اتعلم الصبر بقى. الصبر معناها patience. وعندك كلمه guidance دي معناها ارشاد، هنشوفها كمان شويه. guidance
طبعا لحد الحقيقه ما تظهر ويعرف الناس ان هو بريء من حاجه محدش فاهم هو عمل ايه، هينزل فيديو كامل مثلا فول فيديو معناها فيديو كامل، فالناس هتبدا تعتذر له. ابولوجايز معناها بيعتذر. انا تقريبا كده خلصت الفقره الاولى، يعني دي قصه حطيناها لك في سنه اولى ثانوي عشان انتوا جيل يعني ربنا يستر عليه. جيل معناها جنريشن يعني جيل. كمان الحقيقه مش دايما متشافه. invisible معناه مش متشاف، غير مرئي، تمام. ومن الاشاعات والاكاذيب، قلنا اكاذيب معناها لايس عنوان الوحده، اشاعه معناها رومر، تمام. احيانا بتنتشر كده بسرعه الصاروخ زي الرصاصه كده لما بتضرب. بوليت دي معناها رصاصه. طيب انا كده خلصت معاك الفقره الاولى من الكلمات، وهختفي من قدامك دلوقتي، خليك معايا.